اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة فطير مشلتت باللحمة المفرومة، او زي ما بيقولوا بيتزا شرقي او فطير شرقي باللحمة المفرومة. المكونات اللي معايا: كيلو دقيق، معلقتين كبار سكر، معلقة صغيرة ملح، وطبعا عصاج لحمة عشان خاطر نحطه في الحشوة. بنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض، وبعد كده بنحط المية حبة حبة. كيلو الدقيق بياخد 600 ملي مية. في نوع بياخد ال 600 ملي كلهم، وفي نوع بياخد ال 600 ملي الا معلقتين. فاحنا نيجي عند الحبة الاخرانيين في ال 600 ملي مقدار معلقتين او 3 معالق، نوقف ما نحطهمش لحد ما نعجن العجينة ونشوف محتاجينهم ولا مش محتاجينهم. انا بعمل كده دايما عشان العجينة ما تبصش. الدقيق اللي هيطلع لك عجينة ناجحة جدا وفطير مشلتت ناجح جدا جدا، ويكون مورق وطري جدا، ويعني فطير طري ملبن كده، هيعجبك جدا وهتحسي ان انت ما اكلتيش زيه قبل كده. في النوعين اللي انا بجربهم دايما او بستعملهم دايما: الدقيق السايب من عند العطار، بس نوع اسمه الاهرام ده بيبقى سايب، او دقيق الضحى من السوبر ماركت ده اكياس اسمه دقيق الضحى. النوعين دول بيطلعوا معايا فطير المشلتت ناجح جدا وطري جدا ومورق جدا. بس برضو اهم حاجة برضو كمان مع الدقيق طريقة العجن. لازم الفطير المشلتت يتعجن بالطريقة دي، كأننا بنرب العجينة او بنخبط في العجينة. دي اسمها لت، بنلت العجينة زي ما انتوا شايفين كده، بنلتها ونعجنها زي ما انتوا شايفيني انا بعجن بنفس الطريقة دي. طبعا اللي عنده عجان هيعجن بالعجان، مش هتاخد منه حاجة، 3 4 دقايق وهتتعجن على طول. احنا بنعجن على ايدينا عجن متواصل 10 دقايق، بتطلع العجينة ناعمة وناجحة جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا كده بقالي 10 دقايق بعجن فيها، بصوا ناعمة معايا ازاي. وخلاص ابتدت تلم من البولة اللي انا بعجن فيها، ما بتلزقش زي ما انتوا شايفين كده. التلزيقة الخفيفة دي عشان انا ايدي فيها عجين، مطرحها عجين. هوريكم دلوقتي لما اغسل ايدي تبقى نظيفة، العجين هيبقى ما بيمسكش في ايدي، ما بيلزقش. دي كده العجينة دي بتطلع ناجحة جدا. شايفين مسامات العجينة ناعمة ازاي؟ اهم حاجة ان العجينة بتاعت الفطير المشلتت تبقى كده، تبقى المسام بتاعها ناعم. خلاص دي كده بتبقى نتيجة اني خلاص العجينة اتعجنت كويس تمام، مسامها ناعم وطرية. خلاص بعد ما عجناها كده بنحطها في بولة. بصوا ايدي ما بتلزقش في ايدي ازاي. بنحطها في بولة وبنسيبها نص ساعة تستريح. الفطير المشلتت ما بيخمرش، بنسيبه يستريح. انا غطيت العجينة بستريتش، انتي بتقدر بتغطيه بستريتش او بكيس بلاستيك او بفوطة نظيفة المتوفرة عندك. بنغطيه وبنسيبه يستريح نص ساعة. بعد ما بيستريح نص ساعة، مش اقل من نص ساعة، ممكن اكتر من نص ساعة، بعد ما بيستريح بناخده بنكوره زي ما انتوا شايفين كده. يا اما بنبقى دهنين الصينية دهنة زيت خفيفة، او بنبقى حاطين رشة دقيق خفيفة زي ما انتوا شايفين كده. بنكوره كور. حجم الكورة بيتوقف على انتي عايزة الفطيرة حجمها قد ايه. عايزة الفطيرة كبيرة بتعملي كورة كبيرة، عايزة الفطيرة وسط بتعملي الكورة زي ما انا عاملاها كده قد حجم البيضة. عايزة تعملي فطير صغير بتعملي كورة صغيرة. بنكور كمية العجين كلها وبنغطي الوش برضو بستريتش او بمشمع او بفوطة نظيفة زي ما قلتلكوا، وبنسيبه يستريح. بيستريح تاني، المرة دي بنسيبه يستريح ربع ساعة. بعد ما بيستريح بناخده بقى عشان نفرد. انا النهاردة هفرده معاكم. هنعمل ميكس ما بين الزبدة والزيت، بس لازم نوع زيت يكون نضيف، يا اما زيت ذرة او زيت عباد الشمس.
لازم زيت نضيف. هعملها بالتلت والتلتين، هعمل ميكس ما بين الزبدة والزيت، كوباية زبدة على نص كوباية زيت، زي ما انتوا شايفين كده. نص المقدار هيبقى زيت، والمقدار هيبقى زبدة، نصه هنحط زيت. يعني انا حطيت حسب الكمية اللي انت عايز تعمليها. انا حطيت كوباية زبدة، حطيت نصها زيت. دول كده بيكفوا معايا كيلو دقيق كله. زي ما انتوا شايفين كده بنجيب صينية، حاجة كبيرة واسعة، يا اما صينية يا اما على رخامة المطبخ المتوفر. لو رخامة المطبخ عندك كبيرة، رخامة المطبخ عندك مش كبيرة، هتجيبي صينية كبيرة وتفردي عليها كده. بنحط حبة من المادة الدهنية، الزيت على الزبدة، ونحط عليها كورة العجينة، ونفرد بايدينا كده زي ما انتوا شايفين. اللي عنده نشابة هيفرد بالنشابة. انا عندي نشابة بس بحب افرد الفطير بالذات بايدي، بحس بمتعة وانا بفرده بايدي. جربوا تعملوه كده وجربوا تفردوه بايديكم، شوفوا هتحسوا بمتعة. نجاح الفطير بتحسي ان انت عملتي انجاز، بتحسي ان انت عملتي حاجة حلوة، هتعجبك قوي. يعني هيعجبك ان انت عملتي حاجة ونجحت معاكي وحاجة احنا فاكرينها صعبة زي كده. انا كنت فاكرة الفطير المشلتت صعب، لاني كنت بعمله الاول ما كنتش عارفة تكاته المظبوطة. كنت بعمله باي دقيق، كنت بعمله دايما بدقيق الاكياس اللي بنشتريها من السوبر ماركت، اي نوع، الانواع اللي بنعمل بيها البسكوت والبيتي فور. فكنت بعمله بالانواع دي، كان بينشف مني جدا. فطبعا مع تجارب كتير اتعلمت، بقيت عارفة الغلط فين، بقيت عارفة ايه سبب بوظانه، بقيت عارفة ايه اللي بيخليه يبقى ناجح. باخد بقى العجينة زي ما انتوا شفتوا كده، بعد ما فردتها بجيب الصينية بدهنها دهنة زيت وزبدة، وبطبق العجينة. بتطبق معايا سهلة جدا وعادي جدا، ما بتلزقش في بعض عشان مفرودة كويس، معجونة كويس، محطوط لها مادة دهنية كويس. بعدين باخدها على الصينية زي ما انتوا شفتوا، بفردها في الصينية بتتفرد تاني. والحتت المتقطعة ديت لو اتقطعت منكم عادي، انا بتتقطع مني وعادي ما بيحصلهاش اي حاجة، بتطلع برضو جميلة ولذيذة ومورقة. التقطيع ده ما بيضرش فيها في حاجة، ما تقلقيش منه خالص. بعد كده هفرد بقى الرق اللي بعد كده او الطبقة اللي بعد كده بنفس الطريقة. انا مش قصلكوا حاجة من طريقة الفرد، بعيدها لكم كذا مرة عشان حبايبي اللي متعقدين او فاكرين ان الفطير مشلتت صعب يشوفوها كذا مرة، او يشوفوها قدامهم بتتعمل كذا مرة عشان يعرفوا هي قد ايه سهلة، ويجربوها. هتعجبهم جدا وان شاء الله تدعولي تعجبكم جدا جدا. خدتها وفردتها في الصينية زي ما انتوا شفتوا. هنا مالك ابني كان بيساعدني، هو بيحب يحط ايده معايا في الحاجات اللي كده، الحاجات اللي سهلة ديت ولذيذة بيحب يعملها. وبصراحة انا بسيبه يعمل معايا عشان خاطر الاطفال لما بتحط ايديها في حاجة بتبقى بتاكلها وهي عايزة تدوق، بيبقى عندها شغف ان هي تدوق الحاجة اللي عملتها بايديها. يعني هنا كانت بتبتدي تتقطع، فمالك بيقول لي بتتقطع يا ماما. قلت له ما تقلقش، ما يهمكش، تمام، يعني عادي، لو اتقطعت عادي بنكمل عادي. فانا بقول لكم انتوا لو عندكم اطفال يا ريت تخلوهم يساعدوا معاكم، ما تزهقوش منهم، ما تتخنقوش، لا سيبوهم يحطوا ايديهم في الحاجة ويساعدوا عشان ياكلوا. كلنا طبعا عندنا الاطفال وعارفين ان الاطفال مقرفين في اكلهم، في اطفال كتير قوي ما بتحبش تاكل. فلما يحطوا ايديهم في الحاجة ويعملوها بايديهم هيحبوا ياكلوها، هيحبوا يدوقوها، حاجة هم اللي عاملينها. هنا بقى انا حطيت خلاص 4 طبقات من الفطير، 4 رقات. بحط بقى اللحمة المفرومة، انا كنت معصجاها قبل كده زي ما قلت لكم، كنت معصجاها وكانت موجودة عندي. معصجاها ببصلاية وقرنين فلفل، بس فلفل بارد رومي. اللي حابب يحط فلفل حار بتبقى جميلة جدا، بس انا عشان الاطفال هياكلوا منها. بفرد طبقة اللحمة زي ما انتم شايفين كده، وطبعا ملح وفلفل وبهارات السبعة بتاعت اللحمة بتطلع طعمها تحفة. بحط هنا جبنة موتزاريلا عشان زي ما قلت لكم انا هعملها معاملة الفطير الشرقي، هتبقى فطيرة بس شرقي.
بيتزاية سوري، بيتزاية بس شرقي، بتبقى جميلة قوي، طعمها لذيذ جدا جدا، جربوها وان شاء الله تدعولي. طعم اللحمة المفرومة مع طعم الفطير المورق الجميل ده بتبقى حلوة قوي، بتبقى لذيذة جدا. وطبعا ما تقيدوش نفسكم بالحشوة، اللي حابب يعمل اي حشوة تانية، اللي عنده سجق بلدي وممكن يحط سجق في الوسط بدل اللحمة المفرومة في الحشوة، تبقى تحفة. اللي عايز يحشيها فراخ متقطعة، شاورمة فراخ او فاهيتا فراخ يحط، هتبقى جميلة جدا. فاهيتا مثلا فراخ مع الفلفل الالوان والبصل، هتبقى تحفة. جربوها وهتعجبكم جدا. بصوا ما شاء الله، انا بوريكم هنا، بصوا الهوا، بصوا العجينة منفوشة ازاي، بصوا الهوا، العجينة مورقة ومنفوشة ازاي، فيها هوا ازاي. دي كده هتطلع ناجحة جدا ان شاء الله. بعد كده حطيت على الوش رشة جبنة رومي خفيفة كده، وشرايح فلفل وشرايح زيتون. بندخلها في الفرن على درجة حرارة عالية جدا جدا، اعلى درجة حرارة في الفرن عندك شغليها، وسيبيها شغالة من قبليها بربع ساعة، من وانتي شغالة في الفطيرة. سيبي الفرن والعة مع نفسها كده ربع ساعة توصل لأعلى درجة حرارة، وبعد كده خلصي الفطيرة وحطيها في الفرن. الفطيرة ديت اللي باللحمة المفرومة دي، عشان انا عاملاها حجمها حلو كبير، اخدت ربع ساعة، هتاخد ربع ساعة. لو انت هتعمليها وسط صغيرة شوية هتاخد بالظبط 10 دقايق، مش اكتر من كده. بصوا الفطيرة نفشت ازاي ما شاء الله، ده دليل على نجاح الفطيرة. طالما الفطير نفش معاكي كده وقب ونفخ، تعرفي ان الفطيرة من جوه مورقة وكلها هوا وجميلة جدا وخفيفة وجميلة. هنا انا خلاص هطلعها كده، قعدت ربع ساعة بالظبط. طبعا احنا ما شاء الله عاملين كيلو دقيق، كيلو دقيق مش هنعمل بيه فطيرة واحدة طبعا. كيلو الدقيق، لو عايزة تعملي فطيرة كبيرة هتعملي فطيرتين من كيلو دقيق. كيلو دقيق يعمل معاكي 2 كبار. عايزة تعملي كبار ومحملين مليانين، عايزة تعملي فطيرة وسط، الكيلو هيعمل معاكي 3 وسط وبرضو مليانين ومحملين. انا هنا الكيلو عمل معايا ما شاء الله، الفطيرة الكبيرة اللي انا حشيتها لحمة مفرومة، وعمل معايا 2 وسط سادة، دول سادة، دي واحدة من السادة. شفتوا العجينة منفوشة ازاي، مليانة هوا ازاي بعد ما طبقتها. طبعا السادة بنتعامل معاها بالطريقة دي، بنفرد، وبعد ما بنفرد بنطبقها وبنحطها على جنب، وبعدين نفرد اللي بعديها، وبعد ما نفردها ناخد اللي احنا مطبقينها اللي قبليها نحطها جواها ونطبقها عليها، وهكذا نحط واحدة جوا واحدة، واحدة جوا واحدة لحد ما نخلص العجينة كلها. وبعدين بنحطها في الصينية، نسيبها تستريح شوية في الصينية، وبعدين نفردها في الصينية كلها، بتتفرد تبقى جميلة جدا وسهلة جدا. شايفين الفطيرة نافخة ازاي؟ دي السادة، دي واحدة من الوسط. الكيلو عشان ما انساش اقول لكم، الكيلو طلع معايا الفطيرة الكبيرة و2 وسط و3 صغيرين. الفطيرة الكبيرة اللي محشية لحمة مفرومة اللي كأنها بيتزاية، و2 وسط سادة، و3 صغيرين برضو محشيين لحمة مفرومة، بس دول 2 عشان حبايبي اخد واحدة يدوقوها ان شاء الله.